لأن دولة وفرة مائية وتقيم سدا لتخزين المياه، وأعتقد أنه ما أباح به الوسيط السويسري في الأسبوع الماضي من مباحثات ما بين اثيوبيا والكويت لبيع الحصة من المياه إليها من مياه النيل أوضح من أول يوم رؤيتنا بأن هذا السد لا يمكن يكون سد توليد كهرباء، لأن كل سدود توليد الكهرباء في العالم ما بين 8 إلى 14 مليار. إذا ده سد تخزين مية في بلد تعاني من تكدس مائي ووفرة مائية، ولا تسحب أكثر من 5% فقط من مواردها المائية النهرية وليست الجوفية ولا الأمطار ولا غيره. ال 25 مليون لما تتعمل البحيرة دي وتحط فيها 75 مليار متر مكعب مية يعني تتخزن، ان دي مخصومة من حصة مصر والسودان. دي معناها بالنسبة لينا احنا 5 مليون فدان هيتم تبويرها. لو حد وبكره احنا هنعمل بكره وبعده بقى نبتدي نشوف الموضوع ده بقى بجد بقى. لو حد راح نزل الفيوم امبارح، الفيوم اهالينا في الفيوم في الفلاحين اقتحموا مديريه الري هناك عشان ما فيش ميه. احنا دلوقتي بنعاني من الميه من دلوقتي، من قبل السد لا يتعمل ولا يتحول ولا يتكلم ده كله. ما حدش يقول لي ان احنا ما نقدرش نعمل حاجه. اذا وصلت الامور الى طريق مسدود يا روح ما بعدك روح، يا روح ما بعدك روح. لان اللي هيسلم مصر انها يتعمل فيها ده لازم يتعلق في مشنقه. يا روح ما بعدك روح. ما حدش يقول لي ما لا كل الخيارات مطروحه بما فيها خيارات قوه. ما حدش يقول لي لا اصل ما في لا ما هو يعني هتموت 90 مليون. عايز 95% من احتياجاتنا من الميه من النيل. انت النهارده السد ده لما هيتعمل هيأثر علينا تأثير هائل. وبعدين اللجنه الثلاثيه وبعدين يقول لك ايه تعالوا نشوف نستفيد سوا منه ازاي. احنا هنستفيد منه ازاي؟ بتضحكوا على مين؟ وايه الاستخفاف ده؟ تعالوا نشوف التصريح. بنتكلم على حوار ونتكلم رد فعل. الرئاسه الجمهوريه قالت ايه؟ المتحدث الرسمي باسم الرئاسه الجمهوريه قال ايه بقى؟ تعلن الرئاسه ان كميات المياه التي تصل لمصر من النيل لن تتاثر بما اعلنته الحكومه الاثيوبيه. بياخد كلامهم من الحكومه الاثيوبيه. الخريطه نزلت اهي. اولا نهر النيل ده طوله 6670 كيلومتر، وهو يعتبر اطول انهار العالم اذا ما بدأناه من اعالي نهر كاجيرا. ونهر كاجيرا ده طوله لوحده 670 كيلومتر بيصب في بحيره فيكتوريا من جهه الغرب. نهر النيل بيختلف عن يا بحيره فيكتوريا الحمراء اللي تحت ديت ما هي دم الزرقاء. نهر النيل بيختلف عن معظم انهار العالم لانه بيجري على استقامه غير عاديه. يعني معظم انهار الدنيا تجري من الشرق الى الغرب مثلا، لكن نهر النيل يجري من الجنوب الى الشمال. ويجري على استقامه غير عاديه لدرجه انه نقطه المصب بتاعته عند مدينه دمياط تقع شمال نقطه المخرج من بحيره فيكتوريا، لا يوجد بينهما فرق سوى خط طول واحد. خط طول واحد. طيب نشوف النيل ده بيجيب الميه بتاعته منين؟ بيستمد الميه بتاعته من مصدرين. مصدر دائم اللي هو هضبة البحيرات الاستوائية، ودي بنسميها هضبة البحيرات لكثرة ما بها من البحيرات، والاستوائية لأن بيتوسطها خط الاستواء، وبنقول عليها دي سقف إفريقيا لأنها أعلى هضبة في وسط إفريقيا ارتفاعا، وفيها قمم جبلية زي قمة جبل مافنبيرو بيزيد ارتفاعا 4000 متر. ده المطر في الهضبة دي طول العام، طول السنة مطر دائم طول العام، ويزيد له قمتين في الربيع والخريف لأن الشمس بتبقى عمودية تماما على خط الاستواء في الربيع والخريف. المية بتطلع تبدأ من بحيرة فيكتوريا، دي بينزل فيها كمية مطر 98 مليار متر مكعب، وبيجي لها من الروافد حوالي 16 مليار، يبقى المجموع كله حوالي 114 مليار متر مكعب. بتخرج المية من بحيرة فيكتوريا في نيل اسمه نيل فيكتوريا، في شلال في مخرج البحيره اسمه شلال ريبون. شلال ريبون ده عامل زي المنظم بتاع انبوبه البوتاجاز، بينظم خروج المياه من بحيره فيكتوريا. يعني كميه المياه اللي بتخرج من البحيره هي بتطلع وتنزل منتظمه، والمطر يعني ما تفقده بالبخر يعود اليها ثانيه بالمطر، لان هنا نظام المطر ايه؟ مطر تصاعيد او مطر تصاعد. خلي الخريطه انتوا خلي الخريطه. المصدر الثاني وهو هضبة اثيوبيا،
ودي المطر فيها مطر صيفي. طيب هو ده بيطلع من فيكتوريا، النيل بيطلع في نيل فيكتوريا. بيمشي بيمر على بحيره اسمها بحيره كيوجا، دي عباره عن منطقه بحيره قليله العمق، منطقه مستنقعات، العمق بتاعها من 4 ل 6 متر. طبعا بيفقد هنا كميه من البخر، بعد كده بيوصل الميه الى بحيره البرت. وبتيجي الميه تاني كمان من بحيره ادوارد عبر نهر اسمه نهر السمليكي، وبتتجمع في بحيره البرت. يعني بحيره البرت دي الخزان اللي بيتخزن فيه مياه الهضبه الاستوائيه. كميه الميه اللي طالعه من بحيره البرت هي حوالي 26 مليار متر مكعب. كميه قليله مش كتير. كميه الميه دي بتمشي في نيل اسمه نيل اربت وبحر الجبل. على بعضه كده طوله 1280 كيلو متر. بتوصل عند مدينه اسمها مدينه منجله. مدينه منجله دي كميه الميه بتزيد عندها، بتوصل لحوالي 30 مليار متر مكعب. دي في دوله ايه منجله ديت؟ في اوغندا. في اوغندا. كميه الميه في منجله 30 مليار، بتوصل لبحيره اسمها بحيره نوح في نهايه بحر الجبل بتبقى 15 مليار. يعني بيضيع منها 15 مليار متر مكعب. السبب في الفقدان الكميه الكبيره دي من الميه ان هي بتمر في منطقه هنا اللي هي منطقه السدود النباتيه. ايه حكايه السدود النباتيه؟ زي ورد النيل كده والحاجات زي ورد النيل كده. في نبات اسمه نبات الصوف بينمو على وجه الماء، تقتلعها الرياح والعواصف. النهر هنا بيتعدد المجرى بتاعه ويحدث انسياح للمياه، فبتتجمع هذه النباتات في المناطق اللي فيها انحناءات وتكون سدود نباتيه قويه جدا، لدرجه ان الحيوانات الضخمه زي الفيله بتعبر عليها من شاطئ الى شاطئ اخر. منطقه السدود النباتيه بتفقد لنا 15 مليار متر مكعب. يعني 30 مليار اللي طالعين من الهضبه الاستوائيه بيوصلوا لبحيره نوح 15 مليار. طبعا هنا يبقى ده من ضمن الحلول اللي هنقولها في نهايه الحلقه. هنعمل فيها ايه عشان نحافظ على ال 15 مليار دول ما يضيعوش مننا. بعد كده الميه بتمشي نحو الشرق مسافه قليله 130 كيلو متر. طبعا طلعه ضعيفه من بحيره نوح، تبدو عليها علامات الضعف والشيخوخه، الى ان تاتي مياه نهر الصباط. نهر الصباط بيجيب لنا حوالي 14 مليار متر مكعب. فبيتقابلوا عند مدينه ملكال، ال 14 مع ال 15 بقينا في 29 مليار في بدايه النيل الابيض. النيل الابيض طوله 848 كيلو متر. معدل الانحدار بتاعه من 80 ل1، يعني كل 80 كيلو متر يبقى انحدر 1 متر. في نهايه النيل الابيض ال 29 مليار دول بقوا 26 مليار، يعني ضعف البحر 3 مليار. ده جنوب الخرطوم. لغايه ما يجي الوحش بقى اللي هو النيل الازرق. عشان كده لما هيرودوت قال مصر هبه النيل، علماء الجغرافيا قالوا مصر هبه النيل الازرق. ليه؟ اشمعنى؟ لان النيل الازرق ده بيجيب لنا 56 مليار متر مكعب من الميه. كميه كبيره جدا. وهو السبب في تكوين الوادي والدلتا في مصر على مدى آلاف السنين، لأنه بيحمل الطمي ويحمل الرواسب. ودي كلها عبارة عن مفتتات بركانية ومواد فلزبرية. فدي نقل الخصوبة والنماء إلى الوادي والدلتا في مصر على مدى آلاف السنين. يبقى النيل الازرق ده حاجه مهمه قوي. النيل الازرق بيلتقي مع النيل الابيض في السودان. في السودان في شمال الخرطوم. في شمال الخرطوم. ايوه. يبقى هنا طيب. خلينا على الالتقاء ده ونطلع فاصل بس. احنا وصلنا في السودان. دلوقتي النيل الابيض جاي اقل من 30 مليار متر مكعب بتبخروا وبيتعملوا، وده تعبان جدا ان هو بيجي لنا بقى حوالي الازرق بيديني 56 مليار متر اللي هم طالعين من اثيوبيا لينا. جايين من اثيوبيا خلاص عدوا، هم خدوا احتياجاتهم ومورين لنا. كميه الميه دي بدانها ماشيه في النيل النوبي. ومن حسن الحظ ان النيل النوبي ده رغم ان هو ماشي في منطقه حاره جدا ومنطقه صحراويه وجافه، لكن الميزه فيه ان هو ضيق المجرى، شديد الانحدار، سريع الجريان، وفيه 6 جنادل، والجنادل دي بتعمل على سرعه تيار المياه. فده بيقلل من نسبه الفقد بالبحر. بتوصل عند مدينه حلفا حوالي 89 مليار. تدخل في بحيره ناصر 84 مليار متر مكعب سنويا. 84 مليار.
نتكلم بقى عن بحيرة ناصر دي. بحيرة ناصر دي بحيرة صناعية، ودي تاني بحيرة صناعية عذبة في العالم. اتكونت خلف السد العالي، طولها 600 كيلو متر، عرضها من 1 إلى 20 كيلو متر. ثلثي طولها في مصر والثلث الباقي في السودان. يعني ثلث البحيرة دي في السودان وثلثي طولها في مصر، يعني حوالي 400 كيلو عندنا و200 كيلو في السودان. السد العالي بيخزن تخزين قرني، لان في عندنا نوعين من السدود، في تخزين سنوي، سد بيخزن سنه بس زي سد اسوان، وفي سدود بتخزن تخزين قرني، يعني تخزين كونتونيوس مستمر بعيد المدى، يعني ممكن يخزن المياه لمده 100 سنه. تخزين المياه الزائده عن الحاجه للانتفاع بها وقت الحاجه. والسد العالي ده سد ركامي. يعني ايه سد ركامي؟ يعني مبني من حطام جرانيت اسوان. عشان كده معدل الامان فيه مرتفع جدا. يعني لو اترمى عليه قنبله ذريه مش هتعمل فيه حاجه. ليه؟ لانه مبني مش قوي كده يعني. يعني هو معدل الامان فيه مرتفع. تمام. السد العالي الفكره بتاعته قائمه على التخزين القرني. الميه لما بتتخزن في البحيره، احنا كمية المسموحة لنا الحصة حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة من أول 1929 وفي اتفاقية 1959 55.5 مليار متر مكعب طيب. في السنة. احنا ما نقدرش نسحب أكتر منه، ما نقدرش، لأن هو القانون الاتفاقيات الدولية بيحدد لنا حصة معينة اللي هي 55. فأنا ما اقدرش آخد من البحيرة أكتر من 55. والسودان لها 18.5 مليار متر مكعب. تاخدهم من البحيرة برضه. يبقى السودان لها 18.5 واحنا لنا 55. بتاخدهم من البحيره ولا ما هو على النيل فايت من عندها؟ النيل فايت من عندها، تاخد ال 18.5 مليار بتاعتها من النيل من هناك ولا تاخدهم من البحيره؟ لا، تاخد من النيل من عندها. لكن احنا ما نسحبش اكتر من 55. واحنا حاطين محبس يعني بيعرفوا منين؟ ما هو ما انا بقول لحضرتك، في احنا عاملين 90 مقياس على النيل. في 90 مقياس على النيل. من اشهر هذه المقاييس مثلا مقياس الروضه في منيا الروضه هنا في القاهره، وفي مقياس في ملكال، وفي مقياس في جوبه، وهكذا. المقياس ده بيديني ارتفاع منسوب المياه في النهر. وممكن بيحسب لي حاجه اسمها تصرف النهر. يعني ايه التصرف؟ يعني كميه المياه اللي بتمر على موقع معين من النهر في مده زمنيه محدده. يعني ممكن يقيس لي كميه المياه اللي بتمر مثلا على اسوان في السنه، وممكن تقيسها لي في الشهر، وممكن تقيسها لي في الثانيه يقول لي في يعني العمليه محكمه مش واحنا لنا اصلا يعني مكاتب في على طول مجرى نهر النيل تابعه لوزاره الري في مصر، مسؤوله عن انها تقيس المناسيب وتشوف كميات الميه وهكذا، التصرفات بتاعه النهر. طبعا ال 55.5 مليار متر مكعب دول لا يكفوا احتياجات مصر. لا يكفوا احتياجات مصر. ليه؟ لأن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب للفرد، ده حد الفقر. احنا دلوقتي بقينا حوالي 780 متر مكعب للفرد، يعني احنا انخفضنا عن حد الفقر المائي. فما بالك بقى لو اثيوبيا هتبني سد النهضه دوت، هيقلل كميه الميه اللي جالنا بالظبط كده من 13 ل 15 مليار متر مكعب. فده طبعا هيبقى يمثل كارثه بالنسبه لمصر على الزراعه، على الشرب، ده لو عملوا سد واحد. هم هيعملوا 4 سدود. انا بقول لك هم عاملين لغايه دلوقتي 12 او 13 سد. من اخر سد عملوه سد فيشا على احد روافد النيل الازرق سنه 84، سنه 1984. الحقيقه في ايام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان في هو اللي كان بيقود ثورات التحرير في قاره افريقيا، وكان في احترام كبير جدا لمصر ومكانه مصر في جميع دول القاره الافريقيه، فما فيش كان اي مساس بمياه النهر، ودي حقوق تاريخيه بالنسبه لمصر، ما كانش في اي مشكله بالنسبه لنا. في عهد الرئيس انور السادات لما جت اثيوبيا تلوح بانها قال لهم الحرب على طول. قال لهم الحرب. ووزير الدفاع يعني طلع يعني رساله او ارسل رساله قويه جدا. هو الرئيس السادات لو سيبوا النيل في حاله يا اما الحرب، وقال الكلام ده في CNN بالظبط 79. اثيوبيا بقى
انتهزت فرصة قيام الثورة في 25 يناير 2011 والفوضى وما فيش برلمان وما فيش رئيس وما فيش وبدأوا يفرضوا حاجة كنت أنا قلت لحضرتك عليها المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت، سياسة اسمها سياسة الأمر الواقع، وهي عملية تدليس وعملية خداع. وفوجئنا فعلا بأنهم بدأوا يحولوا مجرى النيل الأزرق عشان يبدأوا في خطوات فعلية في بناء سد النهضة أو سد الحداثة اللي هم بيقولوا إن ما بيعترفوش بالاتفاقيات القديمة بحجة طبعا ليس لها أي أساس من الواقع ولا من القانون، إنها وقعت في عهد الاستعمار. لكن الحقيقة أن القانون الدولي بيقول ان الاتفاقيات ديت ان مصر لها حق تاريخي وان لها حصه من الميه، وان مصر ديت يعني بتعتمد اعتماد كامل على النهر، لان احنا قطر صحراوي. يعني لو الميه دي اتقطعت عننا يعني ما فيش حياه، ما فيش حضاره، ما فيش، يعني بندمر كل حاجه. ده عمرو بن العاص لما جه فتح مصر ارسل خطاب لامير المؤمنين عمر بن الخطاب بيوصف فيه مصر، فبيقول له يجري فيها نهر ميمون الغدوات، يجري بين جبل اخضر، لانه هو ماشي في وسط الصحراء الشرقيه من ناحيه والصحراء الغربيه من ناحيه، تتلألأ فيه المياه كاللجين كالفضه. يعني ده من سر الحياه على ارض مصر، هو السبب في وجود الحضارة. الإنسان المصري القديم يا أستاذ إبراهيم كان يعيش فيما قبل التاريخ في عصر اسمه عصر البلايستوسين أو العصر المطير، كان يعيش فوق الهضبتين الشرقية والغربية. ليه؟ لأن هذه كان فيها أمطار غزيرة جدا وأشجار وأعشاب وحشائش وحيوانات عاشبة وحيوانات لاحمة، فكان بيعيش فوق هذه الهضاب. وبعدين بدأ ينزل الى النهر، وكان بياخد معاه الثمار البريه ويقعد يشرب الميه من النهر ويلقي بالفضلات دي، فبدات تنمو بعض النباتات، فاهتدى المصري القديم الى معرفه الزراعه، وهو اول شعب في العالم يعرف الزراعه، والشعب المصري. الحضاره بتاعتنا حضاره نيليه، واحنا شعب مرتبط، عشان كده احنا اكثر شعوب العالم التصاقا بالارض والتصاقا بالنهر. وكلنا زي ما احنا عارفين 97% من الشعب المصري او اكثر من 97% يعيشون في الوادي والدلتا. تمام؟ فاسرائيل الحقيقه ومعاها امريكا بدات تلعب في المنطقه. لما احنا بدانا رجلنا تخف، احنا المفروض واحنا لما خفينا كانت بتعليمات، بس يعني ما يكمل يعني. احنا هي انت لما خفيت وشلت رجلك، هم حطوا رجلهم، انت شلت رجلك باوامر. ما احنا كل حاجه باوامر، كل حاجه، والاوامر ماشيه لغايه دلوقتي. اطلع من هنا وخش هنا واعمل هنا وانت السكته بتاعتك ديت ما اوامر، ما ينفعش. خايف على ما ينفعش بقى. نيجي بقى نمسك من الناحيه الجيولوجيه. السد ده في منتهى الخطوره، معدل الامان بتاعه منخفض 1.8. انت عارف ليه موافقين عليه تعمل ده ليه؟ عارف السد ده لما يتعمل ان شاء الله مش هيتعمل، ان شاء الله باذن الله مش هيتعمل، انما لو اتعمل السد ده وبقى وراها 74 مليار متر مكعب من الميه، بقى قنبله ذريه بتحتفظ بها اسرائيل انها تضربني بيها في اي لحظه، في اي وقت تفجر السد ده بس خلاص. شلت السودان وشلت مصر، ده الخرطوم دي تختفي من على الخريطه. هم ما تفرقش معاهم. انا اللي بنحكي وياك اخواننا السودانيين فاهمين هذا الكلام. وبعدين لو اخواننا بتوع اثيوبيا هيشتغلوا في الازرق، ما هو اثيوبيا مفتوحه من كل يمه، ما انت وعندك 12 جماعه مسلحه ضد الحكم هناك، وعندها قوميات كتيره جدا. يعني هم مش يعني هم لو هيشتغلوا في الورع المخابرات بقى بتاعتنا تشتغل، ما هنشتغل ومش هيبقى في استقرار، وكل ما يعملوا بتاعي يتنسف، يعني اللي اقصد اقوله. انما السد ده لو اتبنى، خلي بالك من المصيبه الثانيه، لو اتبنى اصبح النهارده ده قنبله في ايد اسرائيل في ثانيه تضربه وتمسح لك حاجه. يعني انت من هنا انت بتدمر السودان وبتدمر مصر، انت عندك كل السدود بتاعتك هتقع. الميه بتاعتنا، الميه لو السد ده وقع
وبحيره ناصر مليانه ميه، الميه دي هتوقع يا السد سيدنا العالي، فيش كل القناطر اللي عندك دي وهتوقع السد العالي وكل المدن ده. فهو فخلي فخلي بال حضرتك ان استخدام اخر له قوه بصوره اخرى، فيكبت عليك اكتر ويخليك ويكسر نفسك اكتر ويذلك اكتر. هو ده المقصود. احنا يعني هياخدوا الروح اللي خلقها، ما نقول لهم لا، ما نقول لامريكا لا، ونقول للعفريت الازرق لا، ونقول لاي حد. ده مصلحتنا، ده بلدنا، ده مصر. ده من 1930 هرتزل اللي هو المؤسس بتاع الحركه الصهيونيه، الهي ربنا ينكبه مطرح ما راح، ده كان مقدم للحكومه البريطانيه مشروع انه عايزين ياخدوا ميه النيل، ينقلوا ميه النيل يوصلوها الى صحراء النقب. وفي مهندس اسرائيلي سنه 1974 اسمه الياشع قدم فكره لتوسيع ترعه الاسماعيليه عشان تنقل كميه ميه اكبر، وتعميقها عشان تنقل كميه ميه اكبر، وتنزل من تحت قناه السويس عبر صحارات عشان برضو ينقلوها الى اسرائيل. وتجدد هذا الطلب ان شاء الله لما يعني ايه كده باذن الله كده بعد يوم القيامه يبقى يعملوا الحكايه دي.